بسم الله الرحمن الرحيم. ده تالت رد فعل المخ بيستخدمه لو ردود الافعال اللي فاتت ما نفعتش. المخ ما بيبقاش قدامه الا الهجوم، خناقه يعني. ودي تركه بيعملها المخ انه بيحول الخوف لغضب ويستخدم الغضب ده في الهجوم. عايز تتفرج على رد الفعل ده من قريب؟ ممكن تشوفه مع حد بيتخانق مع الكمبيوتر او جدال بين اتنين كابلز. كل الافعال دي بتيجي تحت رد فعل الهجوم اللي بيستخدمه المخ علشان يحمي صاحبه. الاختلاف الوحيد بين رد الفعل الهجومي والافعال اللي اتكلمنا عليها قبل كده ان الفعل ده الوحيد اللي بيجيب توتر وضغط نفسي ممكن يستمر الايام وبيأثر جامد جدا على التركيز والتفكير. علشان كده ده اكتر رد فعل لازم الشخص يبعد عنه. ببساطة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفتكر الآية والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، علشان جسمك مش هيستحمل حالة الغضب، ممكن يحصل لك حاجة لا قدر الله. طبعا ردود الأفعال اللي اتكلمنا عليها دي لو فهمتها كويس هتعرف تخليك تتعامل مع الناس من منطلق مختلف، هتفهمك أكتر إيه اللي بيحصل جواهم، وفي نفس الوقت هتديك قدرة أعلى على التحكم في نفسك. وبفهمك للانفعالات دي قدرتك على إدارة أي حوار هتعلى، سواء كان في الشغل أو بره الشغل. في الحلقة الجاية هنبدأ بقى نقرأ الانفعالات دي عن طريق الإشارات اللي بتظهر على الجسم اللي بيسموها لغة الجسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.